السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الآباء والأمهات لو هتسألهم هتقول له أنت بتعبر عن حبك لابنك إزاي أو بتعبري عن حبك لابنك إزاي. هيقول لك أنا بشتغل شغلانة واثنين وثلاثة في اليوم عشان أوفر لهم حياة كريمة، عشان أوفر لهم احتياجاتهم. طب أنت بتعبري عن حبك لابنك إزاي؟ أنا بعمل له كل المطلوب، وأنا بسهر عشانه وبتعب عشانه وبعمل كل حاجة عشانه. طيب أنت شايفة إن هي دي طريقة التعبير عن الحب؟ فأنا النهاردة جاية أقول لك إني لا، مش هي دي طريقة التعبير عن الحب. في طرق كتير اللي انت بتتكلمي فيه ده مبدئيا العيال ما بتفهموش. هو مش هيفهم ان انت شغاله عشانه ليل نهار، او ان انت تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان توفر له المطلوب فده حب. هو ما بيفهمش كده. هو بيفهم ان ده حق من حقوقه، وهو بالفعل ده حق من حقوقه. طيب في لغات كتير وفي طرق كتير نعبر بيها عن حبنا لاولادنا. النهارده هنتكلم فيها وهقول لك عليها. بس لو انت اول مره تشوفيني، انا ام العيال ودي قناتي عليها كل اللي يهمك انت وبيتك وطفلك، ويلا بينا نبدا. رقم واحد، اقضي بعض الوقت مع طفلك. سواء واحد أو اتنين أو تلاتة، ادي لكل واحد وقت لوحده تقضيه معاه هو بس، سواء في لعبة أو في خروجة أو في أي بما يتناسب معاكي ومع ظروفك. سواء إن احنا هنلعب دلوقتي النص ساعة دي، تعال بينا نلعب في أوضتك، تعال بينا نحكي شوية، تعال بينا نرغي شوية، تعال بينا نتمشى شوية. النقطة دي هتوصل له إحساسه بالحب ناحيتك، وإن هو شخص مهم، وإن هو شخص له قيمة وله وجود بالنسبة لك. رقم اتنين، نحتفل بالإنجازات. أيا كان الإنجاز اللي الطفل بيعمله لازم أعمل له قيمة وأعمل له اعتبار واحتفل بيه. حتى لو مثلا خلع سنة النهاردة، إحنا هنعمل حفلة صغننة على قد إمكاناتي، على قد ما ربنا هيقدرني هحتفل بالموضوع ده، أحسسه قد إيه هو مهم وحياته مهمة وكل الأحداث اللي بتحصل معاه. الحاجة الحلوة اللي بعد كده اللي عايزة توصلي له بيها حبك، طلعي له صوره القديمة سواء على الموبايل أو في ألبوم، وفرجيها له، احكي له عن الذكريات والتفاصيل اللي حصلت في اليوم ده، وقد ايه كان يوم جميل وكانت ذكريات حلوة واحنا صورناها عشان نحتفظ بيها وعشان كذا وكذا. احكي له اكتر عن تفاصيل اليوم واحكي له عن ذكريات اليوم. هيوصل له حبك بشكل اقوى وبشكل اكبر، وهتعيشوا اسعد لحظات اليوم. اقعدوا معاهم قاعدة كده وعبري لهم عن حبك، او عبر لهم عن حبك بشكل لغوي، اللي هو بالكلام. قد ايه انا محظوظ ان انا باباك، قد ايه انا محظوظة ان انا مامتك، انا مبسوطة ان انت ابني، انا مبسوطة ان انت في حياتنا، انا مبسوطة ان انت وسطينا وان انت معانا، انت نعمة كبيرة، انت. عبري عن حبك ليه بالكلام، وصلي له مشاعرك بالكلام اكتر من هي الفعل. يعني الاطفال هتفهم اكتر وهيوصلها الموضوع بشكل اسرع. انزل لمستواهم في اللعب والعب معاهم، او العبي معاهم، شاركيهم في العابهم ايا كانت هي ايه. نلعب بصلصال، نلعب بورق، نرسم، نعمل اي حاجه. شاركوهم في انشطتهم وفي العابهم، الموضوع بيفرق معاهم نفسيا جدا. لغات الحب كتير جدا 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 ومتسعه وشامله، وحاجات كتيره جدا ان احنا هنعبر بيها على اولادنا. بس انا حاولت اختصر النهارده عشان الموضوع ما يبقاش ممل. بس لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم.